بخصوص الرميد، هذا سؤال مهم جدا وما فيها بس نوضحوه. اولا، هذه الحكومه جات باش تنفذ واحد الاجنده ملكيه متعلقه بالتغطيه الصحيه، نفذتها. اخر مشروع هو اليوم اللي دوزناه في مجلس الحكومه والذي يتعلق بالاشخاص اللي ماشيينش اجراء ولكنهم اشخاص ما مسجلين في حتى شي واحد من هاد المهن، وعندهم قدرات باش هما يأديو على راسهم. اذا هذا القانون الان تمت المصادقه عليه على مستوى مجلس الحكومه، سوف يتم عرضه على البرلمان للمصادقه. في واحد جوج النصوص، واحد جوج المراسيم غادي يجيو من بعد باش نكملوا هذا الورشه. هذا دابا الان ناخذوا لي راميديست كلهم، داك 4 مليون اسره ولا بغينا نقولوا 11 مليون شخص، هادو كلهم تم نقلهم اوتوماتيكيا من الرميد لامو. فحينما تم نقل هاد 4 مليون اسره، كاينين ناس اللي عندهم ارقام الهاتف اللي بدلوهم، كاينين ناس اللي ارقام الهاتف اللي تقدموا بهم النهار الاول ما بقاوش، كاينين ناس اللي النهار الاول عطى الهاتف ديال شي حد اللي قريب له ولا بعيد له، اللي توصلوا بالرقم ديال التسجيل الجديد، هادو ما معهمش، هادو ما كاينش مشكل بهذاك الرقم، غادي يمشيو غادي يستافدوا من العلاجات اللي كيستافدوا منها عاده في المستشفيات العموميه بالمجان، اقول بالمجان. واللي باغي يمشي فتحت هذا المجال الجديد، وانه اللي بغى يمشي للقطاع الخاص بحال الاجراء، بحال يعني الموظفين القطاع العام يمشي للقطاع الخاص. لكن الناس الان اللي ما توصلوش بالرقم شنو خصهم يعملوا؟ هاد الناس اما خصهم في حاله عدم التوصل برقم التسجيل يمكنهم اما الاتصال على الرقم الهاتفي 05 20 19 40 40، او لا يمشيو يدخلوا للموقع الالكتروني اللي هو www.mcacnss.ma، ومن هاد الارضيه من هاد الموقع الالكتروني ياخذوا الرقم ديالهم ديال التسجيل الجديد. دابا الان كنسمعوا واحد الكلام ديال المكتسبات ديال الرميد ما غاديش تبقى. مكتسبات الرميد اللي كانوا كيتمتعوا بها المواطنين اللي كانوا منخرطين في هذه الشريحه ستبقى كامله. وهنا نعطي واحد الرقم إلا سمحتوا لي. اليوم الأول والثاني من دجنبر 30,000 استشارة طبية عملوها الناس ديال الرميد في المستشفيات العمومية بشكل بالمجان وبشكل اعتيادي كيف ما كيعملوها من قبل. دابا الآن ماذا فعلت هذه الحكومة؟ فتحات مجال جديد اللي هو المجال المرتبط بالولوج إلى القطاع الخاص، لأنه في نهاية المطاف هادو مواطنين اللي كانوا واخا كانوا في الرميد، راه ملي كانوا كيحتاجوا لبعض يعني العمليات الجراحيه ولا بعض التحاليل راه كانوا كيمشيو للقطاع الخاص في بعض الاحيان. فعندهم الامكانيه الحقوق المكتسبه كتبقى ديال الرميد، وعندهم الامكانيه طبعا الولوج، وهذه الاشتراكات ديالهم تؤديها الدوله في عوضهم في مكانهم. الدوله هي التي تؤدي الاشتراكات ديال الرميد في النظام ديال لا سينيسيس. هذه الانظمه الاخرى الاجتماعيه كلها لن تتغير الان. دابا هاد الدوله هاد الحكومه باش ما يتقالش شي كلام، نحن الان في اطار واحد التحولات مجتمعيه، لكن المكتسبات تبقى لكل الفئات، وحنا غاديين وتنصلحوا في هذا الورش بشكل تدريجي، وغاديين في افق ان شاء الله انه تكون واحد التغطيه، واحد الحمايه اجتماعيه عن جميع المواطنين بشكل تضامني. بخصوص السؤال المتعلق المرتبط بوزارة الخارجية اللي طرحه السي مختوم، أنا من نبت على السيد وزير الخارجية في المجلس الحكومي نظرا لتواجده في مهمة خارج البلاد، فأعتقد بأنه حينما سيحضر وسنناقش هذا الموضوع سوف نوافيكم بمعطيات أوفى. شكرا لكم، الله يعاونكم.